اهلا بكم في هديه الفالنتاين يا جماعه في 2025. ويا عزيزه اللي رايح تخطب او رايح لحبيبتك هات لها الصينيه ديت، والصينيه اللي انتوا شايفينها ديت عليها عرض لا يقارن. بص ايه ده؟ ايه المنظر ده؟ حاجه تفرح حماك يا عزيزي، بدل ما تجيب لها ورده هيقول عليك عيل خايب. هات لها الصينيه دي صينيه بنت البلد، هنسميها بنت البلد عشان انا قلت لطه صديقي اللي هو يعني بيجيب منه الفاكهه، امسك التفاحه. منظر جميل مش كده؟ عليها عرض جايبها لكم. ده الراجل الفكهاني يا جماعه اللي احنا بنجيب منه البرتقال في الصواني بتاعتنا، اسمه طه. الراجل عامل، انا اقترحت معاه دي صواني شيرين بزون. قلت له طه ما تيجي نعمل صواني، هو قال لي اعمل لي فيديو. قلت له طب انا راجل اعمل لك فيديو ازاي عن الفاكهه؟ انا راجل بتاع اكل. قلت له ما تيجي نعمل صينيه للناس وتعمل عرض قوي وهتشتغل كويس قوي والناس هتتبسط. تعالى بص منظر اول الصينيه على فكره ديت عليها خصم حلو قوي هقول لكم، بس اتفرجوا على منظرها الاول اعرفوا قيمتها الاول بعد كده نقول سعرها. كلها تفاح يا طه وموز من تحت استفندي وبرتقال فرشه كبيره، فراوله، كيوي، في افوكاتو، في اناناسيه في النص. الصينيه دي تاخدها في عيد الحب تروح لخطيبتك او حبيبتك، اهلها هيتبسطوا. هي ممكن ما تنبسطش سنه، ورغم انا حاسس ان دلوقتي الناس كلها بتفكر في الاكل، يعني الورد والشوكولاته ما بقاش جايب همه في الظروف اللي احنا فيها. باباها هيفرح، مامتها هتفرح، والعيله كلها تفرح، لان دي تقريبا يعني حاجه ليها قيمه قوي. منظرها جميل، شغل فنادق. الصينيه دي ب 800 جنيه بدل 1200 جنيه، وهيفضل فتره طويله عاملها. الصينيه تحفه، مبسوط من منظرها. طب لو عايزين صينيه اصغر شويتين، الصينيه دي ب 300 جنيه، فيها جوافه، كيوي، كل حاجه. ايه ده؟ ايه المنظر ده؟ الواد بقى فنان. شيرين بزون عمل شغل مع الناس كلها وكله بقى يعمل صواني حتى الفكهاني. منظر الصينيه تحفه ب 300 جنيه دي حلوه. طب لو انت يعني مبسوط ادعم لنا بقى الفيديو دوت. انا عايز الفيديو ده يوصل لناس كتير. طه ده جاري وحبيبي وبجد، يعني هو المكان بتاعه في شيراتون. والله انا شايف ان لو رحت لحد زياره بديه ب 300 جنيه حاجه فخمه. يعني تخيل انا رايح لحد اصلا وديت له الطبق ده عامل كده، هو بيبقى لافه ستريتش وبتاع، وانظاره جميل قوي ب 300 جنيه، ومليان تفاح، موز. انت لما جمعت كل حاجه. وانا عايز اقول لك الطبق ده يعني اصلا، ده انت لو خدت الطبق ده وغسلته وقدمته كده بنفس المنظر ده للناس جايه لك ضيوف، تحفه. شجعوا الناس تتبسط. انا والله ما واخد ولا جنيه منه، هو جاري وده الراجل اللي احنا بنشتري منه البرتقال. على فكره شيرين بزون ما بيشتريش البرتقال يعني من جمله وكده ويعبي ويده، لا هو الراجل شاهد على كلامي. ولو انا كلامي كدب يقول انا بجيب من عنده برتقال، بجيب برتقال من فكهاني سعره غالي شويه بس هو بيقدرني عشان باخد يعني كميه.